السلام عليكم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. منورنا ومشرفينا في قناه البساطه جدا. بحبكم في الله ودمتم في رعايه الله وحفظه. انا نزلت جبت شويه مشتريات. آه عندي تعليق على كام حاجه صغيره بس كده. انا نزلت جبت الخير كله والخير كله عندكم. انا نزلت جبت فراوله. جبت فراوله من السوق حلوه. دول الاتنين ب25 اهي. وجبت موز برضو الاتنين ب25 عندنا. مش عارفة طبعا عندكم يبقى يعني سعره ايه بالظبط. ونزلت دخلت محل عندنا اسمه محل، خلينا بس في الحاجة اللي هي الاول بتاعت الخضار وكده. وجبت المخدة اللي هي الكوشن اللي هي الفرو دي عاملة 130. عجبتني. كان في منها اللي هو اسمر في اسمر بس، يعني هي بتبقى كده بالنظام ده. تحطيها كده. عايزه بقى تعملي شويه حركات اللي هي بيها دي. تمام. عجبتني قوي. عجبتني لاني طبعا فتحتها طبعا. اللي بتعيط دي البسكوته بتاعتنا يعني. ده ولقيت اللي جواها اصلا فايبر، يعني دي مخده فايبر. يعني دي ممكن تتشال وتتغسل. تمام كده. دي ب130 طبعا. هحطها على السرير. دي جبتها ب130 المخدة اللي هي الفول دي. عجبتني بصراحة. شوية ديكورات وحركات كده. وجبت كمان نص كنافة، نص كيلو، عمل 11 جنيه عشان هعملها النهاردة. تخيلوا ده بقى كده يرجع بالكيس اللي هو اللي انا ماسكاه ده كده بكام؟ ده بايه يعني؟ بكام؟ ده ب25 جنيه فستق. والله العظيم ما بهزر، تاني بهزر. 25 جنيه الفستق. وجبت الحاجات طبعا اللي انتوا عارفين ان انا على طول بحب اكلها، اللي هي المقرمشات. بس ما جبتش النهارده لب اسمر او خشب، جبت اللب الابيض واللب السوري. وجبت اللي هو الكريز اللي هو بتاع التورت والحاجات دي. ده ب15. الكنافه دي بقى عشان هنعملها مع بعض، بس انا مش هعملها كده يعني مش هتعملها كده معلش. بس هي واقفه جنب مني وانا الكنافه دي احنا هنحطها في الفريزر نص ساعه كده ولا ساعه ولا حاجه، وبعد كده هوريكم احنا هنعمل ايه مع بعض. هنعمل النهارده كنافه عليها كريم شانتيه بقى، وبعدها في كريمه شوكولاته، حاجه كده من الاخر. يعني ناوي اعمل عارفين انت البتاع اللي اسمها مدلعه دي، هندلع الكنافه النهارده. خليكم بقى معايا، ارجع لكم تاني بس بعد ما احطها في الفريزر ان شاء الله. السلام عليكم، ازيكم؟ طبعا انا بقول السلام عليكم لان انا قطعت المقطع وبعد كده رجعت تاني. دلوقتي يا حبايبي احنا كنا واقفين ان احنا خلاص هنعمل كيكه ثواني بس معلش. هنعمل الكنافه، وقلت ان انا هحط عليها كريم شانتيه وهحط عليها ان شاء الله كريم شانتيه، وهحط عليها كمان طبقه كريمه، وعليها بقى يعني كريمه شوكولاته كده، ونزين بالفراوله والموز، حاجات كتير يعني. المقادير الخاصه بتاعتنا دي كوبايه سكر، السكر حسب الرغبه. دي بقى فيها ايه بالظبط؟ دي من تحت كاكاو كل حد هنا، حطيت عليها معلقتين 2 كريم شانتيه. هحط حبايبي دلوقتي اللبن ان شاء الله.
طبعا احنا السكر هنا مش اللي هو الناعم، تمام، السكر بتاعي اللي هو الخشن. طبعا انا هضرب الاول السكر مع اللبن، وكمان هحط الزيت، بس انا مش عايزه احط زيت كتير بصراحه. اهي، واقوم حاطه كده وكده، تمام. انا كده بعمل كريمه. حط خده كده معلش، واقوم حاطه المضرب بتاعي ومشغله دول بقى اضربي لحد نضيف بقى هنا الكاكاو. هضيف كمان معلقه كاكاو. انت بتحطي بقى على حسب ما انت، يعني في كاكاو احنا عايزينها كريمي، عشان كده انا ضفت كريم شانتيه. انا هضيف كمان معلقتين سكر بامانه. ماما معلش مني، بس بحط بايد وبعمل بايد. وطبعا حنه جنبي بسماني جدا. بس كده تمام. اقوم بقى شايله دي كده، شايله دي كده كده، انا اوكي. اقوم بقى فكه ده غسلاه.
جيب بقى بولة صغيرة كده، لقيت شوية سكر ما اتعملوش، الاول اجيب الفوطه بتاعتي وامسح الرخام عشان يبقى مكاني كله نضيف، واشيل بقى الحاجه اللي بينا كده. خلاص خلصت كده عشان التكتك كلها تبقى نضيفه. عشان يبقى المكان عندي نضيف. وبعد كده اجيب سباتشولا بتاعتك، بصي بقى دي ممكن تنخدعي وتقولي بقى ده هي كده ايه خفيفه. الشوكولاته لما بتقعد بتتقل، تفهماني؟ لما هتقعد هتتقل، فانتي ما تحاوليش تزودي كده. انا عملت الشوكولاته كده، انا تمام كده. انا عملت الصوص الشوكولاته بتاعي. هعمل بقى الكريم شانتيه. الكريم شانتيه احنا قلناه قبل كده وعملته معاكم وانا بعمل الكريم كراميل، اللي هو برضو بعمل نفس الحركه بتاعه السكر عشان ما تطحنيش. انا طريقه الناس بيبقى عندها السكر اللي هو الخشن كده، ده انا هحطه في التلاجة. وهعمل بقى الكريم شانتيه. وبرضو خدي بالك تكايه صغيره، احنا ساعات بنجيب الفطير من بره على الشوكولاته. الفطيره الناس اللي بتكلمهم دول الناس اللي هم عارفين ان في فطيره كده بتتباع ب6 7 جنيه، هي يعني ايه مش غاليه قوي. دايما الكاكاو بتاعهم ما بيبقاش صوص الشوكولاته بتاعهم غامق زي بتاعنا او قافل. ليه بقى؟ دول بيستخدموا الشوكولاته اللي هي المحلاه بالسكر، اللي هي مش الخام، فيبقى الكاكاو بيبقى فاتح. وبقى على حسب حركه الخام اللي انت بتجيبيها، تمام؟ فعشان برضو ما تتخدعيش تقولي الشوكولاته بتاعتهم دي غير بتاعتنا ليه. دلوقتي الكنافه انا حطيتها، بس الكنافه دي لازم نطحنلها سكر. وانا حالا هجيب المطحنه هحط ده بس كده في التلاجة، وهعمل لها السكر بتاعها وهنرجع لكم تاني. السلام عليكم، ازيكم؟ طبعا انا بقول السلام عليكم لان انا قطعت المقطع وبعد كده رجعت تاني. دلوقتي يا حبايبي احنا كنا واقفين ان احنا خلاص هنعمل كريمه كيكه ثواني بس معلش، هنعمل الكنافه. وقلت ان انا هحط عليها كريم شانتيه وهحط عليها ان شاء الله كريم شانتيه، وهحط عليها كمان طبقه كريمه، وعليها بقى يعني كريمه شوكولاته كده، ونزين بالفراوله والموز، حاجات كتير يعني. المقادير الخاصه بتاعتنا دي كوبايه سكر، السكر حسب الرغبه. دي بقى فيها ايه بالظبط؟ دي من تحت كاكاو كل حد هنا، حطيت عليها معلقتين 2 كريم شانتيه. هحط حبيبي دلوقتي اللبن ان شاء الله. طبعا احنا السكر هنا مش اللي هو الناعم، تمام؟ السكر بتاعي اللي هو الخشن. طبعا انا هضرب الاول السكر مع اللبن، وكمان هحط الزيت، بس انا مش عايزه احط زيت كتير بصراحه. اهي، واقوم حاطه كده وكده، تمام. انا كده بعمل الكريمه. حط خده كده معلش، واقوم حاطه المضرب بتاعي ومشغله دول بقى اضربي لحد
ضايفه بقى هنا الكاكاو. هضيف كمان معلقه كاكاو. انت بتحطي بقى على حسب ما انت يعني في كاكاو احنا عايزينها كريمي، عشان كده انا ضفت كريم شانتيه. انا هضيف كمان معلقتين سكر بامانه. ماما معلش مني بس بحط بايد وبعمل بايد. وطبعا حنه جنبي محميه جدا. بس كده تمام. اقوم بقى شايله دي كده، شايله دي كده كده انا اوكي. اقوم بقى فكه ده غسلاه. جيب بقى بوله صغيره كده، لقيت شويه سكر ما تعملوش. الاول اجيب الفوطه بتاعتي وامسح الرخام عشان يبقى مكاني كله نظيف، واشيل بقى الحاجه اللي هنا كده. خلاص خلصت كده عشان بس كلها تبقى نظيفه. عشان يبقى المكان عندي نظيف. وبعد كده اجيب سباتشولا بتاعتك، بصي بقى دي ممكن تنخدعي وتقولي بقى ده هي كده ايه خفيفه. الشوكولاته لما بتقعد بتتقل، تفهماني؟ لما هتقعد هتتقل، فانتي ما تحاوليش تزودي. كده انا عملت الشوكولاته كده، انا تمام كده. انا عملت الصوص الشوكولاته بتاعي. هعمل بقى الكريم شانتيه. الكريم شانتيه احنا قلناه قبل كده وعملته معاكم وانا بعمل الكريم كراميل، اللي هو برضو بعمل نفس الحركه بتاعه السكر عشان ما تطحنيش. انا طريقه الناس بيبقى عندها السكر اللي هو الخشن كده، ده انا هحطه في التلاجة. وهعمل بقى الكريم شانتيه. وبرضو خدي بالك تكايه صغيره. احنا ساعات بنجيب الفطير من بره عليه صوص شوكولاته. الفطيره الناس اللي انا بتكلمهم دول
الناس اللي هم عارفين ان في فطيره كده بتتباع ب6 7 جنيه، هي يعني ايه مش غاليه قوي. دايما الكاكاو بتاعهم ما بيبقاش صوص الشوكولاته بتاعهم غامق زي بتاعنا او قافل. ليه بقى؟ دول بيستخدموا الشوكولاته اللي هي المحلاه بالسكر، اللي هي مش الخام، فيبقى الكاكاو بيبقى فاتح، وبقى على حسب حركه الكاكاو الخام اللي انت بتجيبيها. تمام. فعشان برضو ما تتخدعيش تقولي الشوكولاته بتاعتهم دي غير بتاعتنا ليه. دلوقتي الكنافه انا حطيتها، بس الكنافه دي لازم نطحنلها سكر، وانا حالا هجيب المطحنه هحط ده بس كده في التلاجة، وهعمل لها السكر بتاعها وهنرجع لكم تاني. رجعت لكم تاني. دلوقتي حابب التورتات الكنافه خرجتها وحطيت عليها صوص الشوكولاته. اوحش حاجه انا غلطت فيها دلوقتي ان انا حضرتك احط دلوقتي الكريم شانتيه. الغلطه اللي انا غلطتها ان انا ما سبتش الحاجه تسقع، يعني ايه تحط في التلاجة. بصراحه تعبت في يوم النهارده. كريم شانتيه اهو. طيب كده كده كده. ده بقى اللي انا قلت عليه الحاجه شوفي معناها كانت جامده. كده خلصنا. ده اللي انا خليني اقول لحضرتك انك لازم الحاجه كلها تسقع. تحفه. نبتدي يوم جديد كله حياه. تاني الكاس بتاعنا وحديقة الكنافه اللي كنت عاملاها امبارح. النهارده يوم المحشي العالمي. بصوا بقى، دي معسله عشان هم متفقين. دي انا حطيت السكر قليل معلش، بس اكتشفت ان البتاع اتقطع. حطيت النسكافيه، حطيت هنا الكاتل على الميه. انا عملت السكر قليل. نسكافيه عشان ننطلق في الشقه النهارده هنعمل حاجات كتير. ازاي الفوم ده طلع معايا من غير ما اعمل الخلطه السحريه واحطها في الفريزر؟ الميه مغليه، النسكافيه محطوط، الميه بصبها من فوق، ما بتبقاش قريبه كده منها. انا كده ابتديت. هقعد بقى اشرب النسكافيه ده بتاعي المحترم ده، الكابتشينو اهو. شفتوا فوم؟ شفتي مهما نزحزح كده. الكوستر بتاعنا القمر القلب، عشان النهارده يوم المحشي العالمي. اقعد بقى انا هشرب ده واكل جزء من ده عشان يديني باور وطاقه. هرجع لكم تاني، خليكم معايا. طبقة الكنافة والشوكولاتة وبعد كده الكريم شانتيه. نحطها بقى في الطبق التقديم بتاعنا. الكنافة والشوكولاتة والكريم شانتيه تدريجيا، وعندك من تحت الطبقات واحدة واحدة. وهنا الكنافة اهي، بس خدوا بالك ان هي طلعت مني رفيعة، بس انا بصراحة بحبها كده بأمانة يعني. انا بحبها كده بالكنافة والشوكولاتة والكريم شانتيه. يا رب يكون الفيديو عجبكم. بحبكم في الله ودمتم في رعاية الله وحفظه.